أصدقائي وصديقاتي، نهاركم سعيد. النهاردة جولتنا هتكون في المنشية، وتحديدا شارع فرنسا رقم 156. شايفين المبنى ده؟ المبنى ده كان محكمة زمان، لكن كانت المحكمة الشرعية وكان اسمها محكمة النسوان. أيوة، زي ما انتم ما سمعتوا كده، محكمة النسوان. والمحكمة دي مش شغالة حاليا بسبب فضيحة كبيرة جدا جدا. تعالوا معايا نعرف الموضوع ونعرف ايه حكاية محكمة النسوان. طبعا كلنا عارفين ان المحاكم زمان كانت محاكم شرعية، دي من العصر الإسلامي لحد عام 1955، والمفروض ان كل القضايا بتنظر في المحاكم نظرا للشريعة الإسلامية. وبما ان اسكندرية كان ليها وضع مختلف، علشان احنا كان عندنا جاليات كتير، منهم أرمن ومنهم يهود ومنهم مسيحيين وفرنسويين، فطبعا هم عمرهم ما هيلجأوا للمحاكم الشرعية. فكانت معظم القضايا تنظر في المحاكم المختلطة اللي هي خاصة بالجاليات كلها. واقتصرت المحكمة الشرعية اللي هي موجودة في شارع فرنسا على كل القضايا بتاعتها للأحوال الشخصية وقضايا الطلاق، وكان معظم أصحاب القضايا دي كانوا كلهم سيدات، فأطلقوا عليها محكمة النسوان. وده كان شكلها سنة 1955، والمحكمة كانت شغالة حلو جدا وشايفة شغلها حلو قوي لحد عام 1955 لما المصريين لقوا أو مصطفى أمين كتب أياميها فضيحة العصر الشيخ الفيل، وقالوا في الخبر إن في 2 قضاة في اسكندرية في المحكمة الشرعية اتقبض عليهم، عبد الفتاح سيف وعبد القادر الفيل، بسبب ان هم كانوا بيستغلوا المنصب بتاعهم وكانوا بيساوموا السيدات اللي كانوا بيرفعوا قضايا، يعني بيخلوا القضية لصالح السيدة مقابل ان هو يعمل معاها علاقة. فكانت فضيحة كبيرة جدا في الوقت ده، وسمع عبد الناصر بالموضوع دوت، فقرر ان هو يغلق او يقفل كل المحاكم الشرعية. وطبعا اتحولت كل القضايا اللي في المحكمة الشرعية للمحاكم المدنية، وفي الوقت ده اتحكم على ال2 قضاة دول بالأشغال الشقة المؤبدة. لكن بعد فترة هم طلعوا براءة، لأن الست دي اللي هي بلغت عنهم برأتهم بعد كده. لكن في الوقت دوت كان في كلام كتير جدا، وقالوا ان القضية دي متلفقة لهم علشان عبد الناصر كان عاوز يقفل المحاكم الشرعية، طبعا لأسباب سياسية احنا مش هنخوض فيها خالص. طبعا كانت في الوقت ده كل المحاكم الشرعية اتقفلت كلها على مستوى مصر، وتحولت كل القضايا لمحاكم الأحوال المدنية. لكن المبنى موجود لحد دلوقتي في شارع فرنسا، والحقيقة المبنى المفروض يعيش أكتر من 100 سنة، لأن إحنا كمصريين ما عندناش ثقافة الترميم، ولا عندنا كمان ثقافة إن هو يتعمل صيانة كل فترة. وللأسف إن ده المبنى الوحيد اللي هو موجود في مصر لحد دلوقتي، لكن الإهمال وإن هو بقى في حالة سيئة جدا جدا. وكمان المبنى ده من كام شهر كده وقع جزء منه من فوق، وقع على عربية. العربية دي كان صاحبها لسه نازل منه، يعني الناس حكولي الموقف ده ان صاحبها كان يدوبك ركن العربية تحت المبنى ونزل هو وأسرته، مفيش 5 دقايق كان السور وقع على العربية، جابت العربية الأرض. وكمان المبنى مسجل في لجنة حفظ التراث، وكمان المبنى كان بيحتوي على وثائق وعلى كتب ومجلدات من بداية إنشاء المحاكم الشرعية في عهد العثمانيين لحد ما اتقفل سنة 1956. لكن للأسف مفيش حاجة موجودة، الله أعلم راحت فين. أنا حاولت هنا أخد لكم صورة من فوق لكن معرفتش أخد، ما كانش واضحة قوي. ده الروف السطح بتاعه
السطح بتاع المبنى المحكمة، وحاولت يعني ان انا اقرب واجيب لكم صورة من فوق، لان من فوق هو مهدود من فوق. دلوقتي بقى المكان للأسف مليان زبالة، مليان حشرات، مليان فيران. مش عارفة ليه وصل لكده. انا عايزة اوريكم حاجة. المبنى دوت اللي انا بوريه لكم، نفس المبنى اتبنى في نفس الوقت في اسكندرية. يعني هو المبنى ده نفس المهندس اللي بنى المحكمة الشرعية بنى واحدة زيها في البرازيل. بصوا شكلها ايه دلوقتي في البرازيل. شفتوا بقى الفرق ما بيننا وما بينهم؟ دي حاليا ودي حاليا عندنا. وعلى فكرة في سنة 2004 أصدر قرار إن المبنى بتاع المحكمة الشرعية ده إن هو يتهد، لكن الحمد لله لسه ما تهدش، رغم إن هو خطر جدا على المرة، وإن الحيطان بتاعته والشبابيك بتقع. المفروض يتعمل لها صيانة، المفروض ده يتعمل مزار، المفروض يبقى يعملوه مبنى إن هو يحكي تاريخ المحاكم الشرعية كلها في جمهورية مصر العربية. عايزة أقول لكم كمان معلومة، إن في واحد من الناس لما كنت بصور قال لي على فكرة لما الطوب كان بيقع مسكوا طوبة، في واحد مسك طوبة لقى مكتوب عليها ميدن إنجلاند، أو مختوم عليها، يعني الطوب بتاعها مختوم عليها ميدن إنجلاند. يعني المبنى ده يعيش أكتر من 100 سنة تاني. ليه إحنا مش بنحافظ على تراثنا؟ بره عندهم الحاجات اللي هم ملهاش قيمة بيعملوا لها قيمة، وإحنا عندنا تاريخ وعندنا قيمة. لكن هنقول إيه؟ هقول لكم لو المحتوى عجبكم ياريت مشاركة على القناة، وإلى اللقاء في حلقة جديدة.